حتى الحيوانات وجعل لها حقها، احترمها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الحيوانات لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ناقة تبكي على حوار لها قتل، وكأنها تدور ثم سقطت فماتت، فقال قتلوها قتلهم الله. والطائرة التي كانت تنفخ بجناحها فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام قال ردوا إليها فراخها، من أفزعها في فراخها؟ أي دين هذا؟ أي رسول هذا عليه الصلاة والسلام الذي احترم حق المرأة؟ كان يمشي في طريقة رايح لفتح مكة، وفي طريقة غير الطريق، غير الخطة، البوصلة حقت الطريق، الخريطة غيرها، لأنه أخبر أكرمكم الله أن في الطريق كلبة تلد، فقال ابتعدوا عن طريقها دعوها تلد على راحتها. هذا احترام حتى للحيوان، فكيف بالإنسان؟ فلا شك أن خارطة الدنيا قبل محمد شيء، وبعد محمد صلى الله عليه وسلم شيء آخر. فجاء الإسلام يخبرنا أن هذا الإسلام قام على العدل، وقام على الحق، وقام على ميزان يوازن بين الحق والعدل والإيمان والطاعة، وأصبحت الإسلام